هكذا. لا اللي بلا ودن الامور لان هذو في الخدمه كتكري الودن ضاع واش فهمتي في اللي بغيتي دابا لا هذوك 15 الودينه عزيز صانع تقليدي في ميدان الفخار. الغرفه الصناعه ديال الصناعه التقليديه كدير لنا هذه المعارض من وقت لاخر باش نتسوقوا المنتوجات ديالنا الصناعه التقليديه. وهذا المعرض فيه شي حوايج اللي هما ايجابيين وفيه شي حوايج اللي سلبيين. اولا بالنسبه للمسائل الايجابيه كيتم تسويق البضاعه ديالنا، كنتلاقاو الصناع الاصدقاء ديالنا من جميع الاصناف، كان النجاره والدرازه وبزاف ديال الصناع التقليديين، كنتعارفوا وكنتشافوا وكنتبادلوا الاراء بيناتنا. ومن بين المسائل اللي هي سلبيه بعض المرات كيعطيونا المعارض في واحد الوقت اللي غير ملائم، ما كيتمش الاخبار ديالنا في واحد المده، مثلا مده ديال 15 يوم او هذا، باش نوجدوا شي حاجه اللي كتبهر الناظرين وكتبهر الزوار وكتكون شي حوايج جداد. مثلا هذا المعرض علمونا السبت الحد راه حنا هنايا، الوغ كنقضيو بداكشي اللي عندنا في متواجد في المحل، ما كنقتصروش على شي حاجه اللي هي شي بعض القطع اللي هي فنيه ذات جوده عاليه. وهذا هذه المسائل اللي كتحبط لنا بهذا الشكل هكذا. وشنو هو مستقبل الصناعه التقليديه عموما في مدينه فاس؟ مستقبل الصناعه التقليديه في مدينه فاس، مستقبل راه غادي وكينحط درجه درجه. السبب هو الدوله ما صراحه ما عطياش واحد الاهتمام كبير لهاد الصناعه التقليديه بمدينه فاس. والسبب هو بحال دابا انا فخار كنا بينا واحد 25 فخار، دابا بقينا شي 5 بينا. المعلمين الاخرين كلهم انقطعوا عن العمل، مشاو كيديروا حرف اخرى كيبيعوا ويشريوا او شي حاجه بحال على من هذا القبيل. ثانيا كاين المسائل ديال المواد الاوليه، كنتلقاو بعض الزيادات 4 5 المرات في السنه، والثمن كيهود البضاعه. المواد الاوليه كتطلع وثمن البضاعه كينزل. هذا هي الاسباب اللي كتجعل الصناعه التقليديه غاديه في الانحطاط.